السلام عليكم ورحمة الله. الآن حنتكلم تكملة لموضوع اللاءات التي تكلمنا عنها في الحلقتين السابقتين. احنا قلنا أن اللاءات 4 منهج التعامل مع القرآن في فهم الاستنباط. لا الأولى قلنا لا للترادف وضربنا أمثلة، لا للتناوب وضربنا أمثلة. اليوم سنتكلم عن اللا الرابعة، يعني حتى تفهم القرآن صح. لا للتكرار. هل هناك تكرار في القرآن؟ يعني الجواب نعم والجواب لا. ما معنى لا ولا نعم؟ لا للتكرار ونعم للتكرار. لما يكون هناك مقتضى للتكرار حيها ما في مشكلة. يعني أنا بدي أأكد على شيء معين بكرر. التكرير التقرير. التكرار المذموم اللي هنا نقول عنه لا للتكرار، اللي هو التكرار الذي في غير محله، اللي هو الزيادة في الكلام، إطناب في غير إطنابه، في غير مكانه. لكن لما أنا تتكرر مثلا لما نأخذ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بسميه تكرار هذا؟ لا، عيب إذا سميته تكرار. بالعكس، هذا تقرير إنه كل نعمة على حدة. هاي النعمة لحالها. عندكم نعمة كذا، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الشمس والقمر، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأن كل نعمة بحيالها لوحدها ترفع وتصمد وتقرر. فكل نعمة بقول بأي آلاء ربكما تكذبان. يعني مثلا لما ربنا عز وجل يتكلم في حضرة فرعون بعدما ألقى موسى العصا وتواعدوا يوم الزينة، مثلا حنجد آيات تقول أرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. بالمقابل نجد آيات أخرى في سورة أخرى وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. السؤال: هل قوم فرعون، ملأ فرعون، حاضري فرعون، هل قالوا أرسل ولا قالوا ابعث؟ هل قالوا سحار ولا قالوا ساحر؟ هل القرآن يكرر؟ الحقيقة هنا القرآن في أجمل وأبهى صوره. يعني كيف لما الآن تتكلم عن مشهد تمثيلي تجد كاميرا هنا، ثم كاميرا هناك، كاميرا هناك، كاميرا فوق، وهكذا. القرآن حين يعرض للسورة في أكثر من مكان من القرآن هو أولا يخدم السياق الذي جاءت هذه القصة من خلاله، وليت الوقت يسعف لضرب الأمثلة. يعني مثلا لما أقول كذبت ثمود بطغواها، متى جاءت كذبت ثمود بطغواها؟ لما قال قبلها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. اسمع: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. مثال: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. إذا مثال على هذه النفس المدساة التي جلبت لنفسها ولقومها التدسية والعار والدمار والشنار. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث إلى آخره. تجد في سورة القصص ربنا يذكر قصة موسى في أثناء خروجه من مصر إلى مدين. طب هنا ذكرها قبل ذلك؟ لا، ذكرها في سياق آخر. هنا سورة القصص كانت تتكلم عن هجرة موسى وتسرية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. تجده يتكلم إنه يا محمد إن الذي أخرجك سيعيدك، إن الذي أخرجك من مكة سيعيدك إليها منتصرا كما أخرج موسى. وخرج موسى من مصر إلى مدين وبعد ذلك رجع. لذلك القرآن بعبر بيقول إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. فيذكر أحيانا القصة تتناسب مع الزمان والسياق.
يعني مثلا خذ مثلا الآية اللي قلناها: ابعث في المدائن أرسل. يعني هنا هما الكلمتان قيلتا، بس ليس من شخص واحد، ليس من مجموعة واحدة. ابعث في المدائن حاشرين، أرسل في المدائن حاشرين، يأتوك بكل ساحر، يأتوك بكل سحار. ولما موسى عليه السلام لما واجه فرعون في أول مواجهة، المواجهة الأولى، وأفحم موسى فرعون حين ألقى ما في يده وحين أضاءت يده بيضاء، فهنا قال: موعدكم يوم الزينة. موعدنا يوم الزينة انتهى الآن في مشهد جديد. الآن في عندك فرعون وهناك الملأ الحاشي بالظاهر شورى. شو رايكم؟ شو نساوي؟ الآن كأنه هناك في قسم هول باللام وفي قسم هون. اللي هون طبعا كلها بتسحج، قال: يا مولانا يا فرعون، ولا ببالك مين هذول؟ أرسل. شو استخدام كلمة أرسل؟ مين هذا موسى وهارون؟ أرسل أي ناس، بس مجرد أنك تودي مرسال، جيبوا لي ساحر، ساحرين ثلاث بيفهموا موسى. عندنا إحنا قوة، إحنا جبارين، إحنا مش سهلين. أرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر. لذلك لاحظ كلمة الساحر فيش فيها مبالغة، زي أرسل معها ساحر. لكن في قسم آخر لفرعون هول، وكأنه قال له الاحتياط واجب يا مولانا، بدك مدام ضربت أوجع، ابعث. هنا التعبير بالبعث. لو بدك مش أي ناس، بدك تبحث منيح وتتريث، لو تطلعهم من تحت الأرض، ابعث يا مولانا، الاحتياط واجب. ابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل شو سحار عليم. إذا ابعث سحار، أرسل ساحر. لاحظ الظاهر إنه القصة نفسها، مرة قال ساحر، مرة قال سحار، مرة قال ابعث، مرة قال أرسل. لا، للوهلة الأولى المبتدئ أولا يجدها كأنها مكررة، هي في الحقيقة غير مكررة. ثانيا كما قلنا من قبل، هي تخدم السياق التي وضعت من أجله. والأمثلة كثيرة جدا. يعني شيخنا الله يرحمه شيخ فضل حسن عباس له كتاب في التكرار في قصص القرآن، وذكر عن جانب من التكرار، وكيف القصة هنا تخدم سياق معين وهنا سياق معين. وكتب كثيرة في التكرار في القرآن. أثمة تكرار؟ الحقيقة لا للتكرار. التكرار في غير مكانه عيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.